صحيح داخلين فندق حتى الجمهور الاسترالي يصفق لكم، الف مبروك. الله يبارك فيك، اشكرك. يعني الحمد لله والشكر. اليوم مباراة قوية، يعني الفريق الاسترالي ما يستهان به، وعملنا على هذا الشيء، وكانت مباراة يعني حلوة إن بالنسبة لنا، والكثير من الناس كانوا يأملون بأن الفريق الاسترالي فريق قوي وقادر على التغلب على الفريق العراقي، لكن كل هذا وضعناه خلف واستعدينا لهذه المباراة، وكان المدرب أيضا له دور بهذه التوجيهات على هذه المباراة، وقدرنا نستغل الأخطاء اللي وقع بها الفريق الاسترالي، وفريقنا قدر أن ينهي أي خطأ في المباراة وقدر أن يفوز بها، وإن شاء الله مباراة عمان نقدم الأحسن إن شاء الله. شو تسمع أغاني عراقية اليوم؟ لا أغاني وطنية اسمع. أي أغنية تسمع؟ يعني اليوم يومك يا عراقي. الله اليوم يومك يا عراقي، يعني ألف مبروك لنا ولكم. أول انتصار عربي في اشكر. احنا نشكركم على هاي المشاعر الطيبة، واحنا متأكدين يعني فرحتنا هي فرحتكم، وخاصة الشعب العراقي. الفوز بمباراة كرة قدم ما يعني بس مجرد انها مباراة كرة قدم، لا اكثر من هذا، تاخذ ابعاد اكبر من هذا الشيء. فتلقى اللاعبين مقاتلين رغم النقوصات ورغم الاشياء اللي السلبيه اللي واجهناها، لكن تلقى اللاعب يعطي كل ما عنده، لان يعرف بان هذا الفوز مو بس فوز بنتيجه في مباراه، لا لها ابعاد في الشارع العراقي اللي جاي يعيش اشياء مو طبيعيه، وان شاء الله نتمنى للجميع التوفيق. ما قصرتوا يا شباب والف مبروك. طالعين من اللفت مشاهدينا الكرام طبعا باتجاه الغرف، غرف لاعبي المنتخب العراقي، نحاول نعيش الفرحه معهم بتفاصيل مختلفه نوعا ما عن اي تغطيه ثانيه، ما حبينا انه ناخذهم وهم طالعين من الملعب، احنا نحب دائما نستاثر بالشيء الجميل لكم مشاهدينا عبر قناه الدوري والكاس. اوكي. الو السلام عليكم جمهور قناة الدوري والكاس، قناة كل العرب. اليوم فرحة كبيرة من فوز منتخب العراقي على استراليا. نحاول ناخذ لقاءات مع بعض اللاعبين. اليوم انا مقدم الحلقة يونس محمود. اليوم انا اقدم لكم الحلقة. نلتقي اول شيء بابو جيس. ابو جيس دمرني، واقف على الخط كل ساعة يريد اطلع واطلع. ابو جيس شلونك؟ يا حبيبي شلون صحتك ابو جيس؟ تتعشى وقاطع؟ والله يعني ابو جيس شلون كانت المباراة، وشنو كان توقع قبل المباراة، وشنو كان رد فعلك بعد المباراة؟ والله كنا متفائلين كلنا، احنا يمكن انت تدري قاعدين احنا كنا لازم نفوز بهاي المباراة، والحمد لله قدموا اللاعبين مستوى رائع، وهذا مستواهم الحقيقي. نقول ما ننسى هذا المباراة، عندنا مباراة صعبة امام عمان، ان شاء الله ما نفكر بهذا الفوز، انسى اليوم المباراة خلاص انتهت، وان شاء الله همتنا بيكم على مباراة عمان ان شاء الله. واحمد الماجد شو يقول؟ احمد الماجد اليوم متابع من المدرجات بس قلبه مع الفريق. احمد الماجد شلون صبرت انت بالمدرجات واللاعبين يلعبون جو، والفرحة اللي صار، الفوز اللي صار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا مبروك للشعب العراقي الفوز اللي حققناه، ويعني مثل ما تعرف يعني الناس كلها كانت متحمسه ويا الفريق، ومو بس انا، يعني كل الناس كانت تتمنى انه يلعبون وانه يحققون فوز، والحمد لله شكر ما قصروا الشباب، يعني داخل الملعب يعني رفعوا يعني راس العراقيين كلهم في كل مكان، يعني مو بس بالعراق، في كل مكان. وهاي يعني العراقي يعني معود شعبنا انه يرفع راسه في كل مكان، والف مبروك، وان شاء الله يعني الادوار اللي تيجي ان شاء الله نوصل للادوار النهائيه ان شاء الله. ننتقل للمدربين. صراحه غير انك كابتن انت تهدد عرش اي مذيع في طبعا. ولا شو تقول يا خالد؟ اول شيء اقول مبروك للشعب العراقي، مبروك للشعب العرب جميعا، اللي اعتقد يعني مو اعتقد وانما هذا شيء راسخ يعني بيقين انه يعني شلون ما تقول كلهم يحبون العراق، كلهم يتابعون العراق، لان تعرف يتعاطفون مع المنتخب العراقي للظروف اللي موجوده. نهدي لهم هذا الفوز، والكل من تابعنا والجماعه بالمجلس حسب معلوماتي اليوم يقولون رقصوا بعد المباراه بعد الفوز.
نبارك ايضا مره ثانيه شعبنا الجريح. نتمنى من رب العالمين انه يوفق الجميع ويوفق شعبنا ويرجع لاخوان العرب مثل قبل الامن والامان. مثل ما عرفت انه الفريق الاسترالي يلعب المباراه الاولى مع الفريق العماني. شاهدنا الفريق الاسترالي، شفنا انه الفريق الاسترالي يعاني من بطء بالحركه، خاصه انه بظل هذه الظروف المناخيه الصعبه اكثر لاعبين يلعبون بالدوري الاوروبي. اعتقد اختلاف كبير بالجو بين اوروبا وبين تايلاند. اكيد ما راح تطمحوا للتعادل بطبيعه الحال، ولكن هل طريقه لعبكم راح تكون بالشكل الدفاعي حتى تضمنوا ال5 نقاط؟ الفريق العماني فريق قوي، فريق فعلا كانت مفاجأة خسارته مع الفريق التايلندي، فريق ما يستهان به. بعد المباراة تكلمنا مع اللاعبين في الباص بطريق الرجعة انه البطولة ما تزال بأولها. البطولة يجب ان تقرر انت ان تكون بطل المجموعة. ربما الجماعة يتساءلوا استراليا فريق كبير وكان جاي يخوف الموجودين في البطولة ككل، شو اللي حصل حتى حصدتوا 3 أهداف ب3 نقاط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء أشكر يعني كل اللي فرح معانا بهذه النتيجة في مشرق العالم العربي وغربه، وأعتقد أنه العراق يعيش في ضمائرهم وفي وجدانهم، وأعتقد أنه هذا الفوز يشكل علامة مضيئة للكرة العربية عموما والكرة العراقية. الوفد الإداري الموجود هنا عمل كل ما هو وسعه ليل ونهار للسهر على راحة اللاعبين، جهزهم من الناحية الصحية بشكل كبير، الكادر الطبي كان متواجد، تم أخذ بعض اللاعبين إلى المستشفيات للتأكد من إصاباتهم. أعتقد كل هذا توصلك إلى نتيجة أنه عليك أن تشتغل وعليك أن تجتهد وعليك أن تبذل جهود كبيرة، ويبقى التوفيق من الله. وأعتقد أن عدالة الله وقفت معنا في مباراة اليوم.